بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، وحد الله وصلوا على رسول الله. نكمل مع عكرمة ابن أبي جهل. في يوم الفتح رأت قريش أن لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فأزمعت على أن تخلي له السبيل إلى مكة، وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة ابن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة ابن أبي جهل. عند ذلك أسقط في يد عكرمة، فمكة نبت به بعد أن خضعت للمسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عما سلف من قريش تجاهه، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. وكان في طليعة هؤلاء النفر عكرمة ابن أبي جهل إذا تسلل متخفيا من مكة ويمم وجهه شطر اليمن، إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك. لذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة ابن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلنا عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، وإني لأسألك أن تمسني رحمك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم كشفت عن وجهها وقالت: هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. فقالت: والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. وقال عليه السلام: هو آمن. خرجت من ساعتها في طلبه ومعها غلام لها رومي، فلما أوغل في الطريق راودها الغلام عن نفسها، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب، فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم. ومضت هي إلى سبيله حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، ويفاوض نوتيا مسلما على نقله، والنوتي يقول له: أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص؟ قال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وفيما هما كذلك إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت: يا ابن عمي، جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد ابن عبد الله، قد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. فقال: أنت كلمته؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. ثم حدثته حديث غلامهما الرومي، فمر به وقتله قبل أن يسلم. وفيما هما في منزل نزل به الطريق أراد عكرمة أن يخلو بزوجه، فأبت ذلك أشد الإباء وقالت: إني مسلمة وأنت مشرك. فتملكه العجب وقال: إن أمرا يحول دونك ودون الخلوة بي لأمر كبير. لما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت.